بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل يجوز صيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعوا معنا إلى الأخير. لكن في البداية وكعادتنا إخوتي الكرام، لا تنسوا لايك للفيديو لكي يقترحه نظام اليوتيوب، والاشتراك في القناة لكي يصل لكم كل ما هو جديد، والضغط زر الأفضل على القناة، وتعليق أيضا محفز منكم. وشكرا. هيا نبدأ. بسم الله وعلى بركة الله. إخوتي الكرام، صيام 6 من شوال متعلق بإتمام صيام رمضان على الصحيح، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كصيام الظهر، رواه مسلم. فقوله ثم حرف عطف يدل على الترتيب والتعقيب، فيدل على أنه لا بد من إتمام صيام رمضان. أولا أداء وقضاء، ثم يكون بعد صيام 6 من شوال حتى يتحقق الأجر الوارد في الحديث. ولأن الذي عليه قضاء من رمضان يقال عنه صيام بعد رمضان، ولا يقال صام رمضان. لكن إذا حصل للإنسان عذرا منعه من صيام 6 من شوال في شوال بسبب قضاء، كأن تكون المرأة من النفساء وتقضي كل شوال عن رمضان، فإن لها أن تصوم 6 من شوال في ذو القعدة لأنها معذورة. وهكذا كل من كان له عذر فإنه يشرع له قضاء 6 من شوال في ذو القعدة بعد قضاء رمضان. أما من خرج شهر شوال من غير أن يصومها بلا عذر فلا يحصل له هذا الأجر. وقد سأل الشيخ ابن عثمان رحمه الله تعالى عما إذا كانت المرأة عليها دين من رمضان، فهل يجوز أن تقدم 6 على الدين أم الدين على 6؟ فأجابه بقوله رحمه الله تعالى: إذا كانت على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم 6 أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال ومن عليه قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب لأيام ال6 إلا بعد أن تنتهي من القضاء. فلو فرض عن القضاء استوعب الجميع شوال، مثل أن تكون المرأة نفساء ولم تصوم يوما من رمضان ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنتهي إلا بعد دخول شهر ذو القعدة، فإنها تصوم الأيام ال6 ويكون لها أجر من صيامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة، وهو أي صيامها ل6 في شوال وهو متعذر فصار لها أجر. انتهى. يضاف إلى ذلك أن القضاء واجب في ذمة من أفطر لعذر، بل هو جزء من هذا الركن من أركان الإسلام، وعليه فتكون مبادرة إلى قيام به
وإبراء ذمته منه، مقدمة على مستحب من حيث العموم. حكم صيام 6 من شوال متتابعة ومتفرقة وصومها وتركها. وفي هذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. خرجه الإمام مسلم في صحيح. وهذه 6 ليس لها أيام معدودة معينة، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها في الأول، وإن شاء صامها في أثنائها، وإن شاء صامها في آخرها، وإن شاء فرقها، صام بعدها في أوله، وبعدها في وسطه، وبعدها في آخره. الأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الأخير، ولكن ليس في هذا ضيق والحمد لله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم فإذا صام في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها، فلا حرج عليه والحمد لله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم اغفر له ذنوبها كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، عظيمها وصغيرها، يا رب العالمين. انشروا سنة نبيكم يرحمكم الله، فإن دل على خير كفاعله. والسلام عليكم.